اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هنا. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فيديو جامد جدا. هعمل اخطبوط بطريقه هتعجبكم، في تكه حلوه قوي انا عاملاها في الفيديو، يا رب تعجبكم. عاطيه طعم يجنن في الوصفه بتاعتي. ده شكل الوصفه النهائي او الاكل النهائي. يلا بينا نبدا مع بعض. ايه الطريقه؟ بس قبل ما ابدا الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد في قناه يوميات هنا. اول حاجه هعملها، هجيب بوله واحط فيها فلفلايه خضراء وبصلايه كله متقطع مكعبات وبقدونس. هعمل خلطه تجنن وتوم فريش، واحط طماطم برضو مكعبات، وهظبط الملح كويس جدا جدا علشان الخلطه اللي انا هحطها هي اللي هتظبط لي الاكل بتاعي. هكون غاسله الاخطبوط كويس جدا جدا ومنضفاه. انا طبعا هعمله عند الراجل، بس برضو هكمل عليه نظافه لاني ما بيبقاش متنضف قوي. والثوم الفريش ده اهم حاجه، وشويه زيت. هقلب الخلطه كويس جدا جدا. الخلطه دي هتديله طعم يجنن. هجيب الصينيه بتاعتي، وزي ما قلت لكم هكون منضفه الاخطبوط بعد ما جبته من عند الراجل. حتى لو نضفتوه عند الراجل برضو كملوا عليه نظافه لان بيبقى سايب جواه حاجات. انا جايبه اخطبوط صغير ونضفته كويس جدا جدا. حطيته في الصينيه وبعد كده هحط عليه الخلطه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. وهكون ضربه الطماطم كويس جدا ومصفيها كمان، وهحطها على الوش. غير الطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات طبعا. الطماطم دي هتديله لون وطعم يجنن عشان لما احطه في الفرن. وهعمل بقى تكه من عندي، هحط واجيب 3 جمبريات مخليين واحطهم في الصينيه، واحط ربع كوبايه جمبري او نص كوبايه جمبري. هتدي طعم يجنن مع الاخطبوط، ميكس جامد جدا. واحط شويه زيت. هكون مولعه الفرن، هحطها في النص عشان عايزه الاخطبوط يكون طري ما يكونش ناشف. بعد ما تقرب تستوي هولع الشوايه اديها وش، وهتبقى طالعه تجنن وطعمها حلو جدا جدا. جربوا الوصفه دي هتعجبكم. ولو الوصفه عجبتكم متنسونيش باللايك وبالمتابعه. مع السلامه.